ولو البرنامج ده بيحتاج مثلا وجود خدمات جوجل على الموبايل فتقدر تحمله. بعد كده بعد لما تحمله خالص تسيرش عليه وتشوفه. بعد كده لما تحمله خالص تروح على جي بوكس تختاره ايا كان بقى هو ده، وتعمل له استنساخ ويتم استنساخه او عمل نسخه ليه في الجي بوكس. ولكن على الجي بوكس هو بيقرا خدمات جوجل او بيقرا ان الموبايل يدعم خدمات جوجل، في الابلكيشن بتاعك هيشتغل من غير اي مشاكل خالص، كانه متثبت على موبايل يدعم خدمات جوجل عادي. عندنا ابلكيشنز كتير جدا خاصه باجهزه هواوي. هنا متجر جوجل بلاي، لو نفضل ضاغطين هنختار انشاء اختصار عشان لو عايز حضرتك تحط على الواجهه، او اعاده ضبط لو انت عايز تعمل ريست. طبعا اهم حاجه علامه الفرشه دي اللي بتنظف الكاش بتاعت البرنامج، فلو في اي مشاكل هتتحل ان شاء الله والبرنامج هيكون اسرع معاك. عندك طبعا الاعدادات الخاصه بالبرنامج، اعدادات الاذونات. اهم حاجه تديله الاذونات اللازمه، وارقام البيضاء لتحسين البطاريه. اهم حاجه الاثنين دول يا صديقي تفعلهم. طيب هنخرج بره. القائمه البيضاء لتحسين التطبيق، اتاكد انت مشغل ده، لان ده